بيقول لك في مصر محدش بيشتغل بشهادته. هل شغلك الحالي ليه علاقة بمجال دراستك؟ لا، مجال دراستي صيدله. اشتغلت في صيدليه لمده 3 شهور تقريبا. اكتشفت الموضوع ده مش بتاعي خالص. انا طموحي من زمان جدا انا كنت ادخل البيزنس فيلد يعني، فكنت بحاول اوصل لحاجه تكون بتماتش كاريري مع الانترست بتاعي، لغايه ما جالي اوفر ان انا اجي كاودي سبيشالست، وكان دي حاجه صدفه بحته. ما كنتش اعرف اصلا يعني ايه اودي. انا ناويه ادخل هيلث كير مانجمنت، ودي حاجه تانية خالص. يعني يور باشن في الحاجه وانت بتتكلم كأن انت عندك حته اكسبيرينس. دايما بيسموه حتى اي فريش جراد حماس البدايات، بتلاقي انا عايزه اشتغل وعايزه اعمل. فساعتها اتقبلت فعلا وبعدت بقى خالص عن فكره الصيدله. بدات ساعتها اذاكر في الفيلد بتاع الاتش ار، واعمل سيلف ليرنينج، واتفرج على فيديوز، واروح اكتيفيتيز. باي ذا واي اصلا ايام الجامعه بتاعتي ال5 سنين كلها الناس كانت بتروح مصانع ادويه، وانا كنت بروح ستودنت اكتيفيتيز اتش ار. الفيلد بتاعك ممكن يساعدك كدفعه في اختيار الانترست بتاعك، ولكن انا كان بالنسبه لي بصراحه فيلد الاتش ار ده كان الاتجاه المفضل بالنسبه لي يعني. هي دي مقولة صحيحة بجد، هو ملهاش أي علاقة. عايزة أبقى فاشن ديزاينر. بص، أنا بحب الرسم، فبحب أرسم الحاجة، يعني بحب أرسم دريسز مثلا، وعايزة أنا اللي أفصلها. لو بإيديكم تخشوش ثانوية عامة بجد، خشوا أي حاجة تاني، خشوا أمريكان مثلا، بلاش ثانوية عامة بجد. ولو انتوا دخلتوها ما تجوش على نفسكم، يعني النتيجة في الأول في الآخر مكتوبة، مش هتغير أي حاجة. ملوش علاقه نهائي بمجال دراستي، بس ليه علاقه بشهادتي. مفيش حاجه ليها علاقه خالص بدراستي. انا كنت كيمستري جيولوجي، حاليا شغلي كله سيلز. لو حد تجاري كان هيعرف يعملها، بس الفكره كلها ليه بشهادتي، لان احنا بنشتغل ميديكالي، فمش اي حد هيقدر يقرا ريبورت، مش اي حد هيقدر يفهم الدكتور اللي قدامه بيقول ايه. هل ليها علاقه بشهادتي؟ ليها علاقه بشهادتي، لكن ملهاش علاقه بدراستي خالص. بص، هو ليه علاقة بس، لكن ككور بقى الشغل نفسه لا ملهوش علاقة قوي. يعني حاسة اللي أثرت معايا أكتر لما خدت ال MBA دي، إلى حد ما غيرت شوية في تفكيري، ببقى بصل زي الموضوع، بتعمل اناليسيس. فحاسه يعني لا، ال MBA بالنسبه لي كانت مؤثره اكتر في الشغل بتاعي دلوقتي من الكليه عامه. يعني شغلي الحالي ملوش علاقة بدراستي، بس ليه علاقة كباك جراوند. يعني أنا شغلي عامة في الرعاية الصحية، ولا دراستي كبايوميديكال ساينس، ففي حتة المستشفيات. بس كور الشغل نفسه أو أساس الشغل نفسه لا، ملوش أي علاقة تماما باللي أنا درسته. ليه علاقه وملوش علاقه في نفس الوقت. يعني انا بعد دراسه الطب درست مانجمنت، وبدات شغلي كله يبقى في الهوسبيتال كير او في الهيلث كير مانجمنت والكواليتي مانجمنت. يعني فانا اولموست انتو مانجمنت، مش بمارس الطب بشكل يومي. يعني هيلث كير ترانسفورميشن، وان انا ازاي احسن القطاع الصحي عامه. مع الوقت بتكتشف نفسك اكتر، وتلاقي نفسك بتحب حاجات تانية. يعني ممكن تبقى الدراسه حلوه وانت حاببها كل حاجه، لكن الماركت ما بقاش محتاج النوع ده من الدراسه او كده، او اللي هيجيب سكور كويس حلو جميل. دي البدايه، فكر كويس، اختار كويس، اعمل شويه ريسيرش كده، ودور على الحاجات اللي انت بتحبها او ما بتحبهاش. اعرف في سوق العمل محتاج ايه. الاهم تعرف نفسك انت حابب ايه بالظبط. your sweet spot هي الحاجه اللي انت بتحبها، الحاجه كمان اللي كل اللي حواليك بيقولوا لك انت شاطر فيها، والحاجه اللي الماركت عايزها. لو لقيت ازاي تقدر توصل لحاجه intersection between الثلاث circles دول، يبقى انت كده عرفت الحاجه اللي انت بتحبها او تتوجه ليها.